ازاي تعمل انمي سحر في 10 خطوات زي مثلا انمي بلاك كلوفر او انمي مشل؟ بص يا سيدي، اول خطوه الاولى ان البطل ما يكونش عنده سحر، بس سبحان الله عايز يبقى اقوى ساحر في المملكه. تاني حاجه يكون عنده قوه جسديه رهيبه، عضلات بقى وواد ايه ملوش حل. رقم ثلاثة يكون كل الطلاب في المدرسة أو الأكاديمية اللي هو رايحها بيكرهوه، إيه اللي أفضل الطلاب اللي عندهم مواهب سبحان الله هم اللي هيبقوا أصدقائه. ويغلب أي خصم بيتحداه بقوة الإصرار. ووريث اقوى عائله في المملكه هيتحداه، لا ومش كده بس هيخسر كمان. رئيس مجلس الطلبه اللي في الاكاديميه دي بيكرهه لانه ما بيستخدمش السحر، وادي يعني بيحب الطبقيه وكده. بعد كده شخص غريب بيهاجم المدرسه والمدرسه تكون في خطر وغالبا هيكون استاذ فيها، وسبحان الله كان بقاله سنين بيخطط للهجوم ده ومش هيعمله لما البطل يخش المدرسه او الاكاديميه. الطلاب بقى سبحان الله والبطل واحد منهم هينقذوا المدرسه ويبقى هو البطل بتاعها. بعد كده يصير اقوى، يصير عدو اقوى منظمه في العالم، اللي هي عاده اي منظمه كده سبحان الله بتبقى عايزاه هو بقى مميز دلوقتي. واخيرا ما يحققش حلمه الا بعد 3 اجزاء. وبكده بطل يبقى معاك انمي سحري. يلا يا رجال، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان نعمل حاجات تانية.